لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 839 لواني كاين تفسير القرآن بيروز بما خزمتان وبس رزامندي رب العالمين وهي ودان بيو آزي سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بارك خوش بسنا هل درجي أو آتاني كخواي قرباز لبني إسرائيل دكا تفرمي وقطعناهم 12 أسباطا أمما وتأوان من كردنا 12 بول 12 جماعات 12 تيرة. وأوحينا إلى موسى وحي ما لبو موسى نار صلى الله عليه وسلم خايد سربي إذ استسقاه قوم كاتك وقومكي لصحراب داواي آويان ليكر أن اضرب بعصاك الحجر بدار عصاكي دست لفلان برد بدا فانبجست منه 12 عينا 12 تاوغا أو لو بردي درتو قد علم كل أناس مشربهم إتروانج 12 تيربون هر يك لوانا لبوي تحديد كرا كوا لو تاوغا أو دخويوا وضللنا عليهم الغمام وهروها لو صحرادا فلهور ما النار تاوك سيبريان ليبكا وأنزلنا عليهم المن والسلوى وهروا من السلوى من لو ناردن وكو خواردن كلوا من طيبات ما رزقناكم بخون لو اشتباكو تاكاني كوا وكو رزقك بيمان بخشينا وما ظلمونا بلام اوان كاتك انحرافيان كرد كاتك لايان دا خو ظلميان لخوان نكر سبحانه وتعالى ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بلام نتيجة ظلمكان لنفس خوان بو عاقبة خراب بسريان هاد. وقطعناهم وكل تفسير قاسم در أي قوم موسى قوم موسى من بشكر كلمات سندت تيرة وقطعناهم أي قسمناهم تقسيم ما كان وكل سعدي دله 12 أسباطا وكل قاسم در أي سيرناهم قطعا أي فرقا وميزنا بعضهم من بعض واتا كرديان من بدوازده تيرة وكوملو وابن هر يكولوانا جيالة ويتريان 12 أسباطا أسباط تيا أولاد الولد وتنواه وكانوا 12 قبيلة بخوان أوان 12 قبيلة بون من 12 ولدا لدوازده باب بباش كتبون من ولد يعقوب عليه السلام كواتا أسباط واتا ولد الولد واتا أوانا دوازده كري بام لدوازده كري يعقوب بباش كوتبون وكانوا 12 قبيلة من 12 ولد من 12 ولدا من ولد يعقوب عليه السلام لدوازده كري يعقوب أوانا بباش كتبون واتا دوازده نوبون أسباطا أمما هر سبتك لوانا أمتك واتا أمة عظيمة وجماعة كثيفة لواتا عددها زور هر يك لوانا أمتك سر بخو هر يك لوانا كوماليك زور بون وكلا سعدي دلا 12 قبيلة 12 قبيلة بون متعارفة متوالفة واتا أو عشيرتانش سنكو وكبري هموي بن عامي يكتريبون يكتريان دناسي لقالك جنزابون كل بني رجل
كل بني رجل من أولاد يعقوب قبيلة كواتا نوي هر يك لكركان يعقوب أو أنا نوي يكبون كواتا دوازدة تيربون خواهي قد فن بوشيوة توزيع ما كردبون وكل تفسير معارج دلي وكان هذا توجيها ربانيا للقيام بتنظيم إداري كواتا توجيه شيء رباني بلدان خواهي قولوا لبو موسى عليه الصلاة والسلام كوابوشيوة ترتيب شيء إداري لنوانيان بك يتم به ترتيب الجيش الذي سيكلف أن يدخل الأرض المقدسة كات الترتيب أو جيش بني إسرائيل بك كوازور بون بيان كات دوازدة تيرة لسر أساسي قبيلة كانيان كوا فرمانيان بيذكره بس نزوي بيروز لشام مقاتلا في سبيل الله بيناي خواهي قولا قتال بكن مع ما في هذا التقسيم الإداري. طبعا لو تقسيم إداري تدا من تسيير مصالح الإقامة والارتحال. طبعا آسان ترى كتقسيم كران يتهريكو سرپرشتيارش دبيتن يتر آسان تر كاروبار كان بريودتي لا إقامة لا جيجير بولا جيجاك ولا ارتحال لرويشتن برو جيجاشكا وهروها لبوي كوا آسان تر توجيه فرمان كان يعني لبو دكري وتحديد إقامة كل سبط وهروها تاوكو دست نشام بكري هر سبط يكو كمالك لتشندر إقامة دكري ومعرفة كل سبط لوظائف مسؤوليته وهر يقلوانا بزاني كوظيفيتي ومسؤوليتي في بخشرة والتبليغ الأصبات عن طريق رؤسائهم ما يقتضي الواجب. يتر هر يقلو كمرانش سرپرشتاري كان هبو لرقاي سرپرشتاري كان فرمانيا بيرادا جيندرا كوا بوشيوي هر فرمانك دها لفرمانك أو فرمانان لفرماني دينو قبل عبادة كان ينبو يعني لفرمان إدارية كان بو لبرو توني جيانيان يتربوشي وإخوائي قولة فرمان بموسى كربو عليه الصلاة والسلام كوا لسر أساسي أو هر يقلو نوانا كوا دوازدة تيرنا هر يك سر پرشتارش يعني هبو التقسيم يعني كردبو يتربوشي وهر يك سر پرشتارش هبو التوزيه يعني ذكر. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه فرمان ما وحيما لبو موسى نار كاتك وقومكي استسقاه قوم داواي آويان ليكر وكل معارج قاسم دل أي فتيه لو كاتك لصحراء دابون داواي آو لموسى ذكر عليه الصلاة والسلام خواهي قول دفن وحيما لوينار وكل تفسيري سعديج دله أي طلبوا منه أن يدعو الله تعالى كاتك وداوان لموسى كد كوا عليه الصلاة والسلام دعاء بك أن يسقيهم ماء يشربون منه وتشرب منه مواشيهم كاتك وداوان لموسى كد لو صحراء آونية دي خواهي قورا آوك من بيبخشي بخمان لي بخينو وهم رمالاتان لي بخونو وذلك لأنهم والله أعلم في محل قليل الماء تكال زيقاك بوينة آوي كم بوا فأوحى الله لموسى إجابة لطلبهم إترخواي قول وحي لبو موسى دنيري وكوالام دانويق لبو داواكاري أوان أن اضرب بعصاك الحجر بدار عصاكي دستد لو بردبدا نزاوكو لصعدي دالي يحتمل أنه حجر معين لو أنا برده شي دياري كراو بخواي قول فرماني بيكر بي لفلانة برده أو يحتمل أنه اسم جنس يشمل أي حجر كان يعني وتا الحجر ليرى ألف لامكا لبوي كوا حجر وبردش معينة يعني وتا لبو زنسة هر برديك بدار عصايك ليبدا فانبجس يتر أيش بفرمان خوا فضربه ليدا فانبجست منه يتر فانبجست أي انفجرت وكل تفسير قاسم دروات آوليها القولا. طبعا لا سورة البقرة فانفجرت منه فانبجست منه لو عندنا لفظ انفجار بكار لفظ انبجاس بكار هنا كانت فانبجست منه أي فانشقت وكل تفسير معارج أي فانشقت من الحجر كانت لو برده دوازدة جيجا شقبو يخرج من كل عين منها ماء لحر يقلو جيجا درزانه وشقانك بيدابو آويلي دهات لسورة البقرة فانفجرت منه أي فخرج الماء بتدفق من الحجر كواتا انفجار أو كوا بقوته ليه هالدقولة يتدفق من كل عين منها ماء كواتا فانفجرت فانبجست واتا درزي لي بيدابو آويليها فانفجرت كواتا لو آوي كوا درزكي لي بيدابو آوكا زور بقوة دهات
وقد جعل الله عز وجل ضرب موسى الحجر بعصاه خواهی گەورە وای کرد سبحانه وتعالى کەوا فێرمان بکە هەموو شتێک بە ئەسباب مسببات ئەو معجزەیە بەڵام هەر دەبی دەستێکی بەشەری تێدا بێت تا خواهی گەورە فێرمان بکە ئیتر خواهی گەورە وای کرد سبحانه وتعالى کەوا بەو دار عەسایەی موسا کاتێکەوە لە بەردەکەدا بۆ وەسیلەیەک لەوەی ئەو معجزەیە لەو بەردە کەوا ئاو هەڵدەقوڵێ ئیتر وكذلك سائر أحوال ضرب موسى العصا ليجري الله آياته وعجزه ئیتر ئەو دار عەسای موسا عليه الصلاة والسلام ئەنواعی معجزات خواهی گەورە لەسەر دەستی ئەو عەسایەی پیشانی موسا و پیشانی بەنی ئیسرائیلیشیدا ئیتر لە دەربارەی ئەوەی کە دەفەرمێ فەنبەجەسەت و فەنفەجەرات وەکو گوتمان کاتێکەوە فەنبەج لە سوورەتی البەقرە فەنفەجەرت منه کەواتە لێرەدا لسورة البقرة باس لإنفجارك اللي فانبجسات لأنه حصل انشقاق في الحجر أولا هل معجزة هي كم زاد درس بيدابو لبردك فسال الماء انبجاسا عاديا من العيون 12 دوازده درزي لي بيدابو كم زاد آوي لي دهات أو هات نشأ اعتيادي وعقب هذا لدواي أو صار الماء يتدفق سبحان الله يتفجر ويتدفق بەڵام یەکەم جار درزی لێ پەیدا بوو ئاوی لێ دەهات بە هێمنی بەڵام پاشان ئاوی لێ هەڵدەقوڵا سبحان الله وصار يشق أنهرا على مخادير المياه التي تتدفق من العيون وای لێها سبحان الله ڕووباری لەبەردە ڕۆیشت ڕووباری لەبەردە ڕۆیشت لەو دوازدە چاوگە ئاوەی کەوا دیارە بەردێکی گەورە بە لە دوازدە جێگەیان ئاو بە هێزەوە دەهات ڕووبار و جۆگەی لێ بەسترا بوو التي أخرج الله عز وجل من الحجر آية من الآيات الإعجازية التي آتاها الله موسى عليه السلام كواتيك لا معجزات كان كواخواي قور بيشاني بني إسرائيل دار سردست موسى عليه الصلاة والسلام بدار عصايك كوال لو بردت داتا دوازده جيغا درز دبا درزي لي بيدا دبي آوي لي دي باشان انفجار دكا أو سبحان الله 12 عينا كواتا دوازده تاوغا آوي لها القولة بعدد الأسباط وكل تفسير قاسم لقدر جمالي تيرة كان كوا دوازده تيرة وتيرة مجموعنا دوازده تاوغا آوي لها قد علم كل أناس مشربهم هر يقلوانج لبيان تحديد كرا سبحان الله هر يقلوانج لبيان تحديد كرا أو تاوغا إفلان سبتي أو إفلان سبتي وبي ولا ضمن تنظيم إداري كي خواهي قولك بوحيلة بو موسى روانا كرديا عليه الصلاة والسلام بو الشوي بو ترتيب إداري دوازدة تساوغاو هل يتشلوي تحديد كراكوا أو تساوغي إيتوا أو إيتوا أو إيتوا إلى آخره قد علم كل أناس مشربهم هل يقلوان زاني مشربو جيغاي أو خوارنوي لشيء مشربهم وكو لتفسيري سعدي دلي أي قد علم أي قد قسم على كل قبيل من تلك القبائل 12 وجعل لكل منهم عينا فعلموها واطمأنوا واستراحوا من التعب والمزاحم والمخاصمة إتر تحديد كردني هرد ساوغا آوش للآن بفرماني خواه سبحانه وتعالى لأن موسى ولبوان عليه الصلاة والسلام لو يكوا سريعا رحد بويكوا منافسة يكتبك وإيمنا وإيتونا حد يكو ديزاني ساوغا آوي لشيء ومشربي ولا شيء لو عندنا تسو أي خوي دخوارد تمشى التنظيم إداري والترتيب الجواني قد علم كل أناس مشربهم أوش ضمني رحمة خوي جورك وبو ترتيبه فرمان بو موسى عليه الصلاة والسلام بو شيء والتعامل إدارية لقليان بكا وظللنا عليهم الغمام خوي جور فرمان كذا إيش ما مرتبي وظللنا عليهم الغمام وكل تفسير قاسمي دله في التيه من حر الشمس كواتا لا گرماتی روش خواهی گوره پلهوری لو دناردن سیبری لیده کردن وأنزلنا عليهم المن والسلوى من و سلواش ما لو يندا بزن أنزل ليه دفن وأنزلنا وكل معارج دله عطاءات الله لعبادي كلها إنزال من فيوضات آثار رحمته العلي جل جلاله كواتا عطاء وبخشكان خواهي گوره هموي دابزينة أولا ذات خواهي قول سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه من فوق 7 سماوات استواء يليق بذاته لسروي حفظ آسمانه سبحانه وتعالى فرمان دردك آسمان لا أوامر كان هموي إنزال لآسمانه بو اعتباره وهو هموش له رحمة خواهي قوله سبحانه وتعالى داد بزيتا
كواتا أجر سخو من نسلوا لخدي آسمان ويا نهاتي بلان فرمانك لخدي آسمان وهاتي وهكذا وأنزلنا الحديد وهروات سندين إنزال كشكال القرآن في رزباس كريان لبري فرمانك لآسمان ويللان أو ذاتك ومستوٍ على عرشه من فوق 7 سماوات وأنزلنا عليهم المن من تيا وكو ضل لتفسير معجين رزق كان يسقط لهم على وجه الأرض رزق يكبو كوالا صروا يزوي لبويان دكوت كالندى وكو بابلين شونم يتربو شوي دكوت صروا يزوي لبويان وهو يشبه القشور بابلين بلكيتشي أستوري هبوا ويتجمع كالجليد على الأرض وكبلي دميل صروا يزوي وقد جعله الله لهم بدل الخبز لبدل خبز نانبو سبحان الله وطعمه كطعم رقاق خبز بعسل تامكشي كوبوا تامكي سبحان الله وكو نان بهنجين بأوهاب سبحان الله وهروها أومن سلواش وهو وكل تفسير سعد ضلي وهو لحم الطير من أنواع الطيور وألذها سلوى گۆشتی بابلين أو نوع التيريك وبلزترين گۆشتی هي لبو خواردن وكل معارج دلي طائر بري لذيذ اللحم سهل الصيد كوات التيريك بو كوا خواي قولوا النار دي كوا تامي گۆشتك زور خوش بو زور بأسان الراويان كدي كانت تسوق لهم ريح الجنوب كل مساء همو إيواريك خواي قول سبحانه وتعالى بو بايك لزنوبو دهال أو تيري لبوان دنار فيمسكونه بأيديهم بدس ديانجر سبحان الله ويعرف هذا الطائر بلفظ السمانة على وزن الحبارة كواتب سماناش ناوي هاتية وكل كتب بني إسرائيل هاتية أنهم بعد خروج من مصر لمصر درتون طلبوا أن يأكلوا خبزا ولحما داوانك لمساكر عليه الصلاة والسلام خواهي قول با رزق ما بيبخشي نانو گۆشت مان دەوێت ئیتر خوای گەورە سوبحانە وتعالا لەو سەحرایە من یانی پێبەخش کە وەکو نانەکە بۆ گوتمان کە تامی وەکو هەنجین شیرم بووە و هەروە ئەو گۆشتی تەیرەش کەەوە خۆشترین ئەنواعی تەیرە خوای گەورە سوبحانە وتعالا پێیانی بەخشی ئیتر لە درێژەی ئاەت کە خوای گەورە باس لە فازڵ و ناز و نعمەتەکانی خۆی لەگەڵ بەنی ئیسرائیل دەکات بەڵام ئەوان چیان کرد وەکو لە ئاەتەکەدا باس کرایە بەڵام لەبەر تەواوبوونی کات دەوەستین بە پشتوانی خوای گەورەوانی داهاتوو دێنەوە خزمەتی وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون